هل فكرت يوما لماذا نشعر بالملل بعد تحقيق رغباتنا؟ وهل سبق وتساءلت لماذا الرغبات لا تنتهي؟ وهل رغباتنا مصدر سعادتنا أم أنها سبب شقائنا؟ وهل هناك أصلا سعادة حقيقية أم أن الأمر لا يغدو مجرد وهم نصنعه في أذهاننا ونحاول إسقاطه على حياتنا؟ إذا كنت مهتما بالجواب على هذه الأسئلة فدعنا نبحر معا في عالم فلسفة شوبنهاور. كانت أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر مسرحا للحروب والخراب. ارتفع معها صوت التشاؤم من الشعراء والموسيقيين والمفكرين لدرجة أن جوتا قال عن هذا العصر: أشكر الله أنني لست شابا في مثل هذا العالم المضطرب الذي انتهى فيه كل شيء بالخراب. ووسط هذه الأجواء المضطربة تنقل شوبنهاور سنة 1804 بين فرنسا والنمسا، وتأثر بالخراب والحرب الدائرة بين جيوش نابليون وجيوش أعدائه. وقد كانت لهذه الأحداث انعكاسات واضحة في فلسفة شوبنهاور التشاؤمية فيما بعد. ولد شوبنهاور سنة 1788 لأب تاجر امتاز باستقلال الشخصية وحب العمل والكسب، ولكنه عجز عن إقناع ابنه شوبنهاور لاتباع حياة العمل والتجارة، ومات منتحرا على الأرجح سنة 1805. لقد قال شوبنهاور أنه ورث عن أبيه خلقه وإرادته وعن أمه ذكاءها، فأمه كانت كاتبة مشهورة في عالم القصص والرواية. وبعد وفاة زوجها الذي لم تكن سعيدة معه نظرا للتباعد الثقافي بينهما، انتقلت إلى مدينة فيمار، الأمر الذي لم يعجب شوبنهاور، وكانت هذه بداية النزاع بينهما، بحيث أصبح شوبنهاور يتردد على منزل أمه كأنه ضيف من بين باقي الضيوف والزوار الذين كانوا يترددون على منزلها، والذي أصبح صالونا فكريا استقطب العديد من الشعراء والمفكرين. لكن سرعان ما تبددت هذه العلاقة بين الأم والابن إلى القطيعة النهائية، وكان ذلك عندما غادر شوبنهاور مدينة فيمار. يعتبر الفيلسوف فيل ديورانت أن علاقة شوبنهاور هذه مع أمه الخالية من مشاعر العطف والحنان ساهمت بشكل كبير في التشاؤم الذي طبع فلسفة حياة شوبنهاور فيما بعد، وكذلك نظرته للنساء. استمر شوبنهاور في دراساته الجامعية وسخر من الحب والعالم وألقى بهما من وراء ظهره، وأصبح كئيبا ساخرا مرتابا وتستبد به المخاوف، لدرجة أنه كان ينام ومسدسه محشو بالرصاص تأهبا لأي اقتحام للصوص، وكان يكره الضجيج واعتبره عذابا للمثقفين الذين يفكرون بعقولهم. حسب ويل ديورانت فقد أصبح شوبنهاور يشعر بنوع من العظمة بالرغم من عدم اعتراف الناس به آنذاك. لقد عاش وحيدا بلا أم ولا زوجة ولا أسرة ولا وطن ولا صديق، واتجه نحو الريف وكتب رسالته في الفلسفة لنيل شهادة الدكتوراه، وبعد ذلك انشغل بتأليف أعظم كتاب له وهو العالم كإرادة وتمثل. وقد أعجب شوبنهاور بكتابه هذا واعتبر أنه سيحل جميع مشاكل الفلسفة، ولكن ما حدث أن الكتاب لم يلقى رواجا أو اهتماما من طرف القراء عند صدوره. وبعد 16 عاما وصل شوبنهاور نبأ بأن جزءا من نسخ الكتاب التي طبعت قد بيعت بالجملة ورقا تالفا ليستخدم في لف البضائع. وقد انتاب شوبنهاور أسف على حال قراء عصره وتغاضيهم عن كتابه. يقول في مقالة عن الشهرة: إن كتابا مثل هذا أشبه بمرآة إذا نظر فيها حمار فلا ترجو أن يرى فيها ملاكا. وفي سنة 1823 أتيحت لشوبنهاور فرصة لشرح أفكاره وفلسفته في جامعة برلين كمحاضر خاص، وهي نفس الجامعة التي كان يحاضر فيها الفيلسوف الألماني الآخر فريدريك هيجل الذي كان في أوج شهرته آنذاك. وفشل شوبنهاور في استقطاب الطلاب لمحاضراته، خصوصا أنه تعمد إلقاءها في نفس توقيت محاضرات هيجل.
زعما منه أن الطلاب سيفضلون فلسفته على فلسفة هيجل، لكنه أخطأ التقدير. وفي سنة 1841 انتشر وباء الكوليرا في برلين، وفر هيجل وشوبنهاور من المدينة تجاه فرانكفورت، حيث أمضى بقية حياته التي طالت حتى سن 72. تتأسس فلسفة شوبنهاور على مفهوم الإرادة والتمثل. فالإرادة عند شوبنهاور تمثل القوى الواعية واللاواعية التي تسري في أعماق الذات الإنسانية، والتي تدفع باستمرار في الحياة وتتمظهر في أشكال مختلفة سنأتي على ذكرها بعد قليل. أما التمثل فهو تلك التصورات والأفكار التي نشكلها حول ذواتنا والعالم، والتي تكون حسب شوبنهاور نتاجا لقوى الإرادة العمياء التي تسري فينا وفي جميع مكونات العالم. ولكي نفهم جيدا معنى هذه الإرادة لنعد إلى ذواتنا، ماذا نجد؟ إننا نكتشف أن كل تفكيرنا وجميع أفعالنا يوجهها دافع خفي، فإذا لم تكن لدينا رغبة تجاه شيء معين فإننا لن نفكر فيه من الأصل. هذا الدافع والمتمثل هنا في شكل رغبات هو ما يسميه شوبنهاور بالإرادة. ومثل ما توجد لدينا فإنها توجد لدى الأشخاص الآخرين. قد يبدو أحيانا أن العقل هو الذي يقود أفعالنا وإرادتنا، ولكنه في الحقيقة حسب شوبنهاور هو كالعبد الذي يقود سيده. فالإرادة مثل الرجل الأعمى القوي الذي يحمل على كتفيه الرجل الأعرج المبصر. فالإرادة هي التي تقود العقل وليس العكس. ولعل ما يؤكد ذلك في الواقع هو أننا لا نجد صعوبة عندما نحاول إقناع الناس عن طريق إثارة رغباتهم وعواطفهم، ولكننا نصطدم بصعوبات كبيرة عندما نحاول فعل ذلك عن طريق الأدلة العقلية والبراهين المنطقية. وهذا لأن الإنسان يوجه بالإرادة لا بالعقل. حتى الذاكرة تخدم الإرادة، فنحن نتذكر انتصاراتنا مدة طويلة بينما ننسى هزائمنا بسرعة. لا تتوقف الإرادة العمياء حسب شوبنهاور على تحكمنا في العقل فقط، بل تشتغل أيضا من خلال غريزة التناسل. فالإرادة هنا تدفع بالكائن الإنساني إلى التوالد والحفاظ على استمرار الإنسان في الوجود، حتى لو كان ذلك على حساب التضحية بالنفس. وكما أن الإرادة تلجأ إلى طرق مختلفة لدفع الإنسان نحو التناسل، والحب أحد هذه الطرق، فهو حسب شوبنهاور الخديعة التي تدبرها الطبيعة لأداء أغراضها، بحيث تدفع الإنسان نحو الزواج. والإرادة لا تهتم بمدى سعادتك في الزواج من عدمها، فالمهم هو التناسل، حتى لو بني على أفكار ميتافيزيقية مثل فكرة الحب. وفي حديثه عن الحب ومدى مصداقيته يقول شوبنهاور إن الحب قناع تختفي خلفه الغريزة الجنسية، وما إن ينكشف وجه الحقيقة البشع حتى تتجلى عبودية الفرد لأهداف وغايات تتجاوزه. إن الناس حسب شوبنهاور مخدوعون بوهم الحب، وبالتالي فشقاؤهم ومعاناتهم من العاطفة ما هو إلا تلاعب من إرادة تفوقهم، وميولهم نحو الحب ما هو إلا حيلة وعبقرية الجنس في أن يختفي وراء ستار الحب. إذا كان العالم في حقيقته مجرد إرادة عمياء، فهل هذا يعني نهاية السعادة وبداية الألم والمعاناة اللامتناهية؟ حسب شوبنهاور تشتغل الإرادة عن طريق الرغبة التي لا يمكن أن تنفصل عن الإنسان، والرغبات حسب شوبنهاور لا تنتهي بل تتجدد في كل لحظة، وبتجددها هذا الدائم تدخل الإنسان في حالة من الألم والمعاناة الدائمين. يشبه شوبنهاور هذه الرغبة كالصدقة التي ندفعها للفقير، فهي يمكن أن تغنيه اليوم لكنه سيواجه البؤس والفقر غدا. حسب شوبنهاور ما دمنا خاضعين للرغبات وآلامها ومخاوفها الدائمة، وما دمنا خاضعين للإرادة، فلن نبلغ السعادة الدائمة أو السلام التام.
فنحن عندما نرغب في موضوع ما نشعر بنوع من التوتر والاشتياق، وعندما نحقق هذه الرغبة تحصل سعادتنا، لكنها حسب شوبنهاور لا تدوم طويلا، فهي سعادة لحظية تنتهي بانتهاء تلك الرغبة، وبالتالي يضطر الإنسان للدخول في معاناة جديدة وألم آخر عندما تتجدد رغبته نحو موضوع جديد، وبالتالي يضطر الإنسان للدخول في معاناة جديدة وفي ألم آخر عندما تتجدد رغبته نحو موضوع آخر، وهكذا تستمر الدوامة، ويصبح الإنسان كما يشبهه شوبنهاور مثل بندول الساعة يتأرجح بين الألم والضجر. لقد وصل شوبنهاور في تشاؤمه إلى درجة اعتبار أن السبيل الوحيد لتحقيق السعادة يكمن فقط في مرحلة الشباب، حينما يكون الشاب غافلا عن حقيقة الرغبة ويعتقد أن السعادة ممكنة بالكفاح في الحياة، وهذا لأنه لم يفهم بعد أن من يحاول إشباع رغباته كمن يضرب مسمارا في الماء. فالإرادة العمياء تتعامل مع الشباب كما تتعامل الأم مع رضيعها، لأن هذا الشباب هو وسيلتها للحفاظ على استمرار النوع، وبالتالي فهي ترسم له تمثلات وردية عن المستقبل والحياة، لكنها تتعامل بتجاهل مع من استنفدت قواه. فالإنسان الذي يقترب من نهاية الحياة فإن كل يوم يمر به يشعر بداخله كما يشعر المحكوم عليه بالإعدام في كل خطوة يخطوها وهو في طريقه نحو المشنقة. لكن ليس هناك طريق للتحرر من هذه الرغبات. ألا يمكن أن يتحرر الإنسان من تحكم الإرادة؟ حسب شوبنهاور هناك صعوبة للتحرر من شر الإرادة، ولكن تظل هناك إمكانية نسبية لتقليل تحكم الإرادة فينا. ويعتبر شوبنهاور أن تحصيل المعرفة والاهتمام بالعقل والتفكير الفلسفي هو من بين أهم الطرق التي تمكننا من الانعتاق من قوى الإرادة. فكلما ازدادت معرفتنا بعواطفنا ورغباتنا كلما قلت سيطرتها علينا. إن السبيل لإنقاذ الإنسان من شر الرغبات التي لا تنتهي حسب شوبنهاور يكمن في تأمل الحياة تأملا عقليا ومطالعة ما كتبه أعظم الرجال في جميع العصور. فعندما يتحرر الإنسان من سيل الرغبات المتدفقة التي لا تنتهي وينقذ المعرفة من استعباد الإرادة، فإن ميولاتنا الناتجة عن الإرادة ستقل وتتجدد مع مرور الزمن. لهذا نجد شوبنهاور يمجد العباقرة والفلاسفة الذين يبذلون قصارى جهدهم للتحرر من تبعات الإرادة. فالعبقري هو أعلى صورة من صور المعرفة التي تخلصت من الإرادة وتطورت لديه الملكة العارفة، وانتقلت أخيرا القوة من النشاط التناسلي إلى النشاط العقلي. إن العبقرية حسب شوبنهاور تمثل القوة التي يتمكن فيها الفرد من نبذ مصالحه ورغباته وأغراضه وإبعادها تماما عن بصره. وما يفعله العقل لمواجهة الإرادة العمياء يتممه الفن باعتباره نسيان للذات الفردية ومصالحها المادية الجزئية ودعوة للتأمل العقلي في الحقائق الكلية. فالفنان ينظر للنهر باعتباره سلسلة من المناظر الخلابة التي تثير فيه الإحساس والخيال بما يوحيه له من جمال. أما المسافر الذي تشغله أموره الجزئية الشخصية فلا يرى في هذا النهر سوى خط تقطع خطوط أخرى هي الجسور، وذلك لأن الفنان قد حرر نفسه من مشاغله الشخصية، وبالتالي تكون لديه إدراك متحرر من الإرادة. لقد كان شوبنهاور منسيا بين فلاسفة عصره ولم يلتفت إلى كتاباته إلا في سنواته الأخيرة، وأعجب بالكتابات والتعليقات التي كانت تنشر على مؤلفاته، وقد أوشك حسب ويل ديورانت أن يتحول إلى متفائل في أيام شيخوخته، بحيث صار يعزف على الجيتارة كل يوم ويحمد الوقت الذي خلصه من نيران الشباب. وعند بلوغه سن 70 انهالت عليه التهاني من المهتمين بفلسفته،
وبعدها بسنتين وفي اليوم 21 من شهر سبتمبر جلس وحده لتناول طعام الإفطار، وكان يبدو بصحة جيدة، ولكنه ظل مجالسا لمائدة الإفطار ساكنا لا يتحرك. تقدمت نحوه ربة البيت لتتفقده، لكن ستجده قد فارق الحياة. ختاما، وبالرغم من أننا قد لا نتفق مع شوبنهاور في بعض الأفكار، إلا أنه قد أثار انتباهنا لتأثيرات الإرادة العمياء على حياتنا وعلاقتنا مع الآخرين، كما كانت لصراحته وواقعيته في عرضه لأفكاره رسالة لضرورة مواجهة الحياة وتوقع الأسوأ دائما. لقد أثبت فعلا أهمية فلسفته، فنحن لا نستطيع مثلا أن نفهم فلسفة نيتشه ما لم ندرس فلسفة شوبنهاور كذلك. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم.